السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ من آخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا جربت آخر وصفة وتكون عجبتكم إن شاء الله. كده جمعت لكم 3 وصفات أو أسرع وأسهل 3 وصفات ممكن تعملوها من غير ما تتعبوا، ما تاخدش منكم وقت، وسريع سهلة وسريعة يعني. أول وصفة وهي وصفة الكبدة البلدي. وطبعا الفيديو ده يا سلام كمان لو ما فيش حد يعني في القناة او مشترك في القناة لسه هيشوفه اول مرة، هيبقى حلو ومفيد جدا ليكم. هنا بعمل كبدة بلدي بقطعها، لازم تكون مجمدة جدا عشان تعرفي تتحكمي تتقطعيها وما تزهقيش منها ولا تزفلت منك ولا الكلام دوت، لان انتوا عارفين الكبدة ملمسها ناعم جدا. فبقطعها بالطريقة اللي بتعجبني. انا قطعتها هنا شرايح طويلة ورفيعة، وجبت حبة زيت نزلت عليه بحتة الدهنة اللي بيديها لي الجزار كده معاها، بتاخد طعم الدهن كده، الزيت بياخد طعم الدهن وتبقى طعمها حلو. اروح منزله عليها شايلها ومنزله عليها الكبدة، وبعد كده الكبدة بروح عامله لها توم وخل وكمون وملح وفلفل، واروح دلقاها عليهم مقطعة فلفل. ودي كانت اول وصفة معايا سهلة جدا، بهاراتك معاكي مفيش اسهل من كده. تاني وصفة وسهلة جدا وهي الحواوشي، واسهل من الاولانيه وسهله كده. الصيف بيحب الاكل كده ايه السهل السريع، ما تقفيش في المطبخ كتير. هنا الحوش بقى معانا محمر ومقرمش واللحمه مستويه من جوه، يعني ما فيش احلى من كده. بنعمله بعيش بلدي بتاع الفرن حلو، يعني ممكن تعمليه باي نوع عيش انت عايزاه، زي مثلا الشامي او ينفع عادي، بس الطعم بقى الاصلي اللي هو العيش البلدي. هنا كانت معايا نص كيلو لحمه، هحط عليها بالظبط نص كيلو بصل. انت إذا عايزه تقللي البصل قللي، ولكن زي بتاع بره البصل والله بيبقى اكتر، لان البصل هو اللي بيدي الطعم الحلو اللي احنا بنحبه كلنا بنجيبه من بره من المحلات. فرمت البصل ناعم قوي، حطيت عليه اللحمه، كل ده في الكبه. لو مفيش كبه بايدك عادي، بس هتنعميه قوي بايدك يعني هتسمغيه كويس. وحطيت بقى بهاراتي ايه بقى؟ عندك بهارات لحمه وملح وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر، وعندك بابريكا. كل البهارات دي معاكي، واديها فرمة تاني في الكبة، نعميها خالص. لما بقى تنعم معاكي هتاخديها وتحطيها في طبق كده. وطبعا لو عايز، طبعا لو هي ما فيهاش اللحمة ما فيهاش دهون كتير، حطي معلقة زيت. فيها دهون زي كده لا خلاص، هي هتكفي وتوفي زي ما قلنا قبل كده. بس احطها بقى كده 10 دقايق كده في التلاجة، 5 دقايق في الفريزر. لو انت يعني ايه عايزة تسرعي عليها، ممكن تحضري برضو الخلطة دي وتمليها في عيش زي كده وتشيليها في اكياس وفي الفريزر، بحيث لو انت يعني موظفة ولا حاجة تيجي تطلعي على طول على الطاسة على طول مفيش مشكلة. او انت مثلا جالك ضيف خفلة كده، ضيف خفلة، تروحي مطلعه وعاملاها على طول مع حبة بطاطس محمرين كده مع طبق سلطة وطبق مخلل، مية مية كده. خلاص بعد ما طلعت من التلاجة انا قطعت العيش بتاعي كده، وتقولي للراجل انا عايزه عيش وشه مش متحمر عشان تعرفي تحمريه وتسويه على الطاسه بتاعتك. اسهل حاجه بقى في الموضوع ان انت بتعمليه في الطاسه، ما بتعملوش في الفرن، ماخدش معاكي وقت وسريع وسهل وسريع جدا. بجيب العيش كده وبقسمه تنصاص، انت مش عايزه تقسميه تنصاص اعمليه رغيف كامل، بس انا بعمله عشان يشيل معايا في الطاسه. انت بقى معاكي صينيه كبيره ممكن تعملي رغيفين 3 جنب بعض. بحشيهم كده اللحمه بتاعتي، واروح حاطه حبه زيت على النار وحاطه عليه الحواوشي بتاعي. اول ما بحطه بقى على نار عاليه، اجي الفه الناحيه التانية اقلبه على الوش التاني على نار هاديه من غير ما اغطي ولا حاجه، واللحمه تبقى مستويه معاكي. ودي كانت تاني وصفه، واحلى بقى حواوشي مع طحينه وسلطه خضراء تعمليها معاها كمان وبطاطس محمره، واو. تالت وصفه بقى معانا وهي ال ايه البانيه بانيه ومكرونه، او بانيه وممكن تعملي جنب منه بطاطس محمرة وعيش وسلطة خضراء، وممكن تعمليها جنب رز بسمتي. يعني الوصفات سهلة وسريعة بإذن الله. أسهل وأسرع وأطعم تتبيلة التتبيلة دي: ملح، فلفل أسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، والليمون عليكي، والخل. والليمون الخل حطي معلقتين، ولكن الليمون حطي بالتلات 4 ليمونات. تكوني طبعا منضفه البانيه بتاعك وشطفاه وغسلاه ومصفياه، وتحطيه في التتبيله بتاعتنا الحلوه دي،
وبقطع عليها كمان، اعصر عليها طماطمتين وفلفلايه خضرا. بس ادي بقى صلصة الطماطم، بحط توم وفلفلتين خضر والطماطم بتاعتي واضرب على طول. مكرونة في المية، ملح وزيت، اول ما تغلي احط المكرونة بتاعتي هنا. طبعا ما حطيتش بصلة ولا اي حاجة، لان الطماطم كان مضروب فيها توم وفلفل، خلاص مش محتاجة اي بصلة بقى تاني ولا توم ولا حمر اي حاجة بقى. حمي الزيت وانزل على طول بالصلصة تتسبك طبعا، واحط لها الملح والفلفل والسكر بتاعها وخلاص، وحبة بابريكا بقى حلوين كده. وادي تتبيلة البانيه، تبلتها من غير بيض وحمرتها. ادي كانت وصفاتنا، وقدمتها جنب المكرونة طبعا اللي عملناها